ولما نتكلم عن خراب أورشليم فالمسيح نفسه كان قال إن هيكل أورشليم هيخرب ومش هيتبقى فيه حجر على حجر بحسب إنجيل لوقا 21 الآيات من 5 و6. الخراب ده حصل خلال الحرب اليهودية الرومانية الأولى اللي كانت من سنة 66 ميلاديا لسنة 73 ميلاديا. اليهود عملوا ثورة ضد الحكم الروماني، وفي سنة 70 ميلاديا الجيش الروماني بقيادة تيتوس حاصر أورشليم. الحصار بدأ حوالي عيد الفصح، وده خلى ناس كتيرة من الحجاج محبوسين جوه المدينة. الأوضاع جوه المدينة كانت صعبة جدا، كان في مجاعة وصراعات داخلية بين الفصائل اليهودية المختلفة، والناس كانت بتعاني كتير. وبحسب المؤرخ يوسيفوس وصف الأوضاع دي بتفاصيل بشعة. وفي شهر أغسطس سنة 70 ميلاديا الرومان قدروا يخترقوا أسوار المدينة ودمروا الهيكل التاني. النار اللي مسكت في الهيكل أذابت الذهب والفضة اللي كانت موجودة فيه، وده خلى الجنود الرومان يفككوا الأحجار علشان ياخدوا المعادن الثمينة، وده بالتحديد اللي المسيح كان قاله. ونتيجة للحرب والحصار أعداد كبيرة من السكان ماتوا والمدينة اتدمرت بشكل كبير. يوسيفوس المؤرخ سجل أعداد كبيرة من الضحايا اللي نجوا، يا إما اتقتلوا يا إما اتأثروا واتباعوا كعبيد يا إما اتنفوا من المدينة. وفي آثار ودلائل أثرية بتؤكد كلام يوسيفوس عن الخراب، زي آثار الحريق والبيوت المنهارة والأشياء اللي اتلاقت من فترة الحصار. والبيت المحروق اللي اكتشفوه في الحي الهيرودي يعتبر من أهم الاكتشافات دي. فخراب أورشليم سنة 70 ميلاديا كان حدث مهم جدا ليه عواقب وخيمة على اليهود، لأنه أنهى دور الهيكل كمركز للعبادة اليهودية وساهم بشكل كبير في بداية الشتات اليهودي.